السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا يا شباب، هنكمل الحلقة التانية من الافتتاح الإيطالي. أول درس شرحت لك فيه نبذة وخصائص الافتتاح الإيطالي وحركات القطع المهمة. يا ريت ترجع تتفرج عليها قبل ما تكمل الحلقة دي، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. المهم يا سيدي، هنبتدي النهاردة بأول خط في الافتتاح الإيطالي وهو الجاكوبيانو، هو اسمه كده، أو اللاين الأساسي من الافتتاح الإيطالي، وهندرسه بتعمق أكتر عن الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كانت تمهيد. اتمنى تضغط لايك للحلقه لو بتستفيد بعد اذنك، وسيب لي كومنت قول لي ايه رايك وتحب نكمل السلسله دي ولا لا. المهم يا سيدي، بيدق ملك خرجت بالحصان بتاعك، طلع يحمل البيدق بتاعه. خرجت باهم نقله بتميز الافتتاح الايطالي، فيل على مربع السي 4، وبعدين هو انتشر بالفيل بتاعه. ودلوقتي هنبتدي في التفريع اللي احنا جايين ندرسه النهارده، وهي نقله السي 3. بتدفع بيدق السي 3 تمهيدا لدفع الدي 4، تمهيدا لضرب المركز. طيب هو هيطلع بالحصان بتاعه، مفيش اي مشكلة، يحمي البيدق، سوري يهاجم البيدق، وفي نفس الوقت بينتشر بالقطعة بتاعته. وهنا حان موعد نقلتنا القادمة، دي 4، تضرب المركز مباشرة. الفكرة هنا انك انت عايز تفتح الوسط عشان تبتدي تاخد انتشار اسرع وتفوق اسرع. هنا الاسود عنده ردود كتير مختلفة، تعال نبص على كام رد منهم في البداية. اول حاجه طبعا هو هياخد بيدق في بيدق، هترجع انت تاخد بالبيدق بتاعك. هنا نيجي للردود المختلفه اللي قلنا عليها. ممكن الاسود هنا بكل بساطه يرجع بالفيل بتاعه خطوه لورا. طيب لو الاسود رجع خطوه لورا، انت بتعمل ايه كابيض؟ انا مش محتاج اكمل لك شرح. تقدر تدفع البيدق ده بيدق الاي، او تدفع بيدق الدي. تخيل مثلا انك لو دفعت البيدق ده، اصلا الحصان ده ما عندوش عنده غير ان هو يرجع ورا خالص، او يروح على الطرف، او يجي على مربع الاي 4. تقدر انت تضايقه بنقله زي الوزير، طالب الحصان مضطر ان الحصان يتحرك، وهكذا. انت معاك افضليه. ولو دفعت البيدق ده، هو نفس الكلام، هيتحرك بالحصان بتاعه مثلا، هينزل بيه هنا، هتضغط على الحصان، او تطلع على بالفيل تضغط على الحصان، وهكذا. وضعك افضل بكتير. وبالتالي النقلتين دول انا مش محتاج اصلا اشرح لك اللاين بتاعهم، انت خش فيهم وكده كده وضعك احسن، وغالبا هتكسب المباراه. طيب تعالى بقى نيجي لللاين الاجريسيف اللي ممكن يلعبه الاسود بعد النقله دي، بعد ما انت خدت بدأ في بدأ، وهو فيل على مربع البي 4، كش للملك. بص بقى، هنا في كمية شروحات على اليوتيوب ونقلات وبتاع ومش عارف ايه، انا مش هدخلك في الهري ده كله. انا هديك اللاين اللي انت المفروض تلعبه مباشرة. حصان في وش الفيل مغطي الكش. طيب الاسود هنا، عشان بس اجيب لك من الاخر، نقلته الجايه هتبقى ان هو ياخد البيدق ده. انت اصلا لاحظ كده البيدق ده مش محمي دلوقتي، لان الحصان مربوط على الملك، هينزل ياخد البيدق. طيب هنا انت كابيض تلعب ايه؟ عايزك تبيت. طيب بعد بقى ما بيت يا ريس، الاسود هنا هيعمل ايه؟ بص بقى ركز معايا دلوقتي. بعد ما انت بيت، الاسود شايف ان هو يقدر ياخد حصان في حصان، او ياخد الحصان ده بالفيل. بس هو لو اخد بالحصان، بالنسبه للاسود هو افضل. ليه بقى؟ لان انت هتضطر تاخد بالبدء بتاعك. بعدين لما ياخد بالفيل، هو جاي بالنسبة له كأسود بتيمبو على الرخ بتاعتك. انت هو دلوقتي طالب الرخ بتاعتك، بلس طبعا ان الفيل بتاعه بقى في مركز جامد جدا يعني. اوكي. طيب هنا انت كأبيض تلعب ايه؟ انا قلت لك انا مش جاي اهري معاك في تفريعات كتير وتفاصيل كتير، انا جاي اديك الزبد والخلاصة اللي انت تلعبها في ماتشاتك. هتلعب ايه يا باشا بعد ما توصل للمرحلة دي؟ بص النقلة دي، بيشوب على مربع الاسري، ماسك الوتر ده ومانع الاسود من التبييت. عارف هو يعمل ايه؟ هيجري على الرخ ياخدها. وهنا انت خلاص اعتبر نفسك كسبت الماتش ده. هتديله كش، ما عندوش اي حاجة يعملها غير ان هو يغطي بالحصان. بعدين انت تسلى عليه براحتك، انا مش عايز ادخلك. بص هتلاقي على اليوتيوب شروحات بجد يقعد يشرح لك في اللاين 50,000 نقلة. هو مين يا عم هيحفظ كل ده؟ انا عايزك تحفظ الكام نقلة لحد البوزيشن ده بالظبط. بعد كده كمل براحتك، انت الماتش ده بتاعك، انت كسبانه. هنا انت ممكن تاخد بكل بساطة الحصان، هيتحرك بالملك بتاعه،
سوري، ما يقدرش ياخد بالوزير بتاعه لانه وزيره هيروح. وتقدر تاخد بالرخ، ولو اخد بالوزير خد يا باشا الوزير بتاعه، وعندك وزير وعندك حصان وعندك وزير وحصان وعندك فيل، وكده كده هتديله الكش مات. ممكن تجري تاخد الفيل بتاعه. اعمل اللي يريحك، خلاص الماتش بقى بتاعك. بص على بار التقييم، تفوق 5 للأبيض في البوزيشن ده. تعالى بقى دلوقتي نروح على تفريع مختلف ونشوف هنرد عليه ازاي. وخلينا دلوقتي نرجع للبوزيشن ده مرة تانية. طيب لو هو بقى أخد بالفيل، خد بالك كل اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت لما أكل بالحصان. طب لو أخد بالفيل، بص يا ريس، انت دلوقتي المفروض تاخد بالبيدق. وهنا لازم تتعلم قاعدة مهمة جدا في الافتتاح الإيطالي. اللي بيدفع البيدق بتاع الدي على الدي 5 الأول غالبا في الماتش هو اللي بيبقى ليه الأفضلية. يعني لو الأسود لعب الدي 5، غالبا الأسود هو اللي ليه الأفضلية. ولو انت كأبيض نجحت انك انت تدفع البيدق ده نقلة لقدام على الدي 5، غالبا انت اللي ليك الأفضلية. يعني مثلا لو الأسود هنا لعب نقلة نفترض زي ديت، وساب لك المساحة انك تدفع البيدق ده، دلوقتي الحصان ده مضطر ان هو يتحرك، يا اما يرجع لورا، ما ينفعش هنا عشان هيتاكل بالحصان التاني، او يجي بقى ايه على الجنب خالص يخرج بره المباراة، تنزل انت تضغط على الحصان ده بالفيل، وهكذا. وبالتالي لازم دايما دايما تبقى انت فاهم ان انت كأبيض محتاج انك انت تدور على نقلة الدي 5. المهم انت دلوقتي اخدت بالفيل والاسود هو اللي عليه اللعب. تعالى بقى نرجع كمان خطوتين 3 4 لورا. فاكر لما انا قلت لك انك تاخد بالبيدق؟ لا، في ثيوري تانية او نظرية تانية في الجوكو بيانو ده، انك انت تدفع البيدق ده هنا. دلوقتي هتقول لي ما هو هنا كان، بص لو انت فاكر هو اخد حصانك، بس انت ما اخدتش بالبيدق، بل انت دفعت البيدق اللي على الدي. فاكر لما قلت لك ادفعه على الدي 5؟ دلوقتي انت طالب الحصان وطالب الفيل. طيب هو احسن نقله للاسود ان هو يتراجع بالفيل بتاعه اللي ورا على الاف 6. دلوقتي دورك انك انت تاخد الحصان. لا، تعالى بقى نكمل النظريه. انت مش هتاخد الحصان، انت خد بالك انت خسران حصان. انت هتجيب الرخ بتاعتك، تضغط على الحصان وتمسك العمود دوت اللي في وش الملك. دلوقتي هو فرصته ان هو يهرب بالقطعه بتاعته. هيغطي الرخ اللي في وش الملك. بس انت كده كده هتسترجع القطعة لما تاخد الحصان دوت. اوكي، انا بكمل لك السيري او بكمل لك الخط. هنا هو غالبا هيبيت، لانه خلاص هو اصلا هيعمل ايه؟ هيسيب ملكه في النص في وش الرخ، والحصان مش عارف يتحرك. لو بيت تقدر تدفع البيدق ده دلوقتي وتطلب الحصان تاني لتالت مرة. لو اخد بالبيدق، ودي النقلة الغالبا اللي هو هيلعبها، الفيل بتاعه ده بقى سيء جدا، لانه مش قادر يحرك البيدق ده عشان يحرك البيدق التاني. يعني قصة عشان يعرف يخرج الفيل ده من هنا. فالفيل بتاعه بقى سيء، مضطر ان هو يحرك البيضة ده الاول وبعدين يفتح له. قصة طويلة جدا. وفي النهاية هيبص على البيضة اصلا اللي محمي بالملك. وانت كمان في الوضع ده بقى عندك وزير في بيدق ممكن تلعبها في اي وقت وتاخد البيدق ده مجانا. يمكن الاسود عنده تفوق كماتيريال مع بدقين زيادة لو انت رجعت اللاين، بس انت كأبيض ليك تفوق وليك انتشار كاسح، وتقدر تكسب الماتش ده بسهولة. بص، ادي فيل، وادي فيل، وادي رخ في العمود، وادي وزير ممكن يخرج من هنا يطلع لقدام ياخد البيدق، يجي هنا يسبورت القلعة. الاسود عنده ايه؟ انتشر لحد دلوقتي بحصان وفيل فقط، وبقيت قطعه واقفة بتتفرج على الماتش من الصف الخلفي. طيب خلينا بقى دلوقتي نرجع كده كام خطوة لورا. فاكر لما هو غطى بالحصان واحنا خدنا بالرخ بتاعتنا وقام هو مبين؟ طيب لو هو الخصم اللي انت بتلعب قدامه، احفظ بس الكام نقلة دول وخلاص على كده، مش هديك نقلات اكتر من كده. طلع بس بالبدء بتاعه، طلع يعني ذكي شوية وما بيتش دلوقتي، وقام فاتح للفيل بتاعه يدخل المباراة. وكمان الوزير ممكن يدخل المباراة بعد النقلة ديت. طيب انت هنا المفروض تعمل ايه؟ بتكمل ضغط بانك انت تنتشر بالفيل بتاعك، تطلب الفيل بتاعه. هياخد بالفيل غالبا، هترجع تاخد بالحصان. كده حصانك بقى في مكان قوي جدا. بص،
النقلة اللي غالبا هتشوفها هنا ان هو هيحاول يطرد الحصان، هو مش هيبيت لانه في وزير يقدر يجي من هنا مع الحصان يعمل له مشاكل. لو حاول يطرد الحصان، ركز بقى هنا، انت بتديله كش بالفيل. خد بالك انه البدأ ده لو اتقدم مش هيفيده بأي حاجة، لان انت تقدر تاخد بدأ في بدأ الأول، لو أخد بتاخد بالبدأ التاني بكش. الحصان ده مربوط يا باشا على الملك، لا هو قادر ياكل هنا ولا هو قادر ياكل هنا. بعد الكش ديت، تخيل بقى الثيوري بتقولك ايه. بتقولك ان هو بعد ما يغطي الكش بالبيدق، انا قلت لك تاخد هنا، ودي نقلة منطقية جدا. لا، تخيل ان انت تقدر تاخد البيدق ده بالحصان بتاعك وتضحي بالحصان، بس بعد التضحية دي انت بتقلب ميخائيل تال في نفسك وبتديله كش، ولما يستخبى بتجيب الرخ التانية بتاعتك وبتبتدي بقى تتسلى على الملك الأسود. بار التقييم مديك يعني تفوق اولموست 4 للأبيض. مش محتاج أكمل لك بقى نقلات بعد كده، أنت كمل ودي الكش مات أنت براحتك. أنا اديتك بس الطريق اللي توصل منه بالسيطرة. خد بالك إن هو الأسود هنا بلس 3، يعني أكنه معاه 3 بيادق زيادة أو معاه قطع زيادة. ولكن بص ازاي انت كأبيض مسيطر ومتحكم في المباراة، وكده كده هتدي الكش مات بالنقلات الصحيحة الذكية. ودلوقتي نرجع بقى للبوزيشن الأول خالص. النهاردة اتعلمنا ايه؟ النهاردة اتعلمنا بعد ما نطلع بالسي 3 وهو ينتشر بالحصان بتاعه، نلعب نقلة الدي 4 في الافتتاح الإيطالي. ده خط اسمه الجوكو بيانو، هو اسمه كده في الافتتاح الإيطالي. لو أخد بيدق في بيدق، خلاص قلنا بناخد بالبيدق، عرفنا لما بيرجع بالفيل بنعمل ايه. ولو جه هنا شرحت لك بقى، بص تتعامل، وهي دي اصلا النقله اللي انت بنسبه 80 90% هتشوفها. تقدر دلوقتي تلعب. لو هو لعب بقى اي حاجه تانية، خلاص قلنا بندفع بدأ من البدائين دول. وضعك يا باشا احسن وتفوق. يا ريت تضغط لايك لو بتستفيد. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اديكش نقلات كتير، خد بالك التفريعات اكتر من كده بكتير، بس انا بديك التفريع او التفريعين المهمين، افهمهم بس. وافهم انه السيطرة على المركز والانتشار اهم بكتير قوي من الماتيريال، عشان فعلا مستواك يتطور في الشطرنج. سيب لي كومنت، قول لي حابب نكمل في السلسلة دي ولا لأ. لسه في تفريعات مهمة مختلفة بقى، لسه في بقى الفرايد ليفر اتاك المشهور قوي في الافتتاح الإيطالي، ودفاع الفرسين ومش عارف ايه. هنشرح كل واحدة في حلقة منفصلة. يا ريت تدعمني بلايك وكومنت واشترك في القناة، واشوفك الحلقة الجاية.